السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم بنتكلم عن شاعر عملاق، شاعر من أعظم الشعراء اللي مروا على الساحة الشعرية وعلى مستوى الجزيرة العربية كاملة، اللي هو مبارك الدريجي الله يرحمه. مبارك بن سويلم العرد الفايدي الجهني، هذا من أعظم الشعراء الله يرحمه. توفى تقريبا عام 1386 تقريبا أو 85، ما هو مؤكد التاريخ، لكن من عام 80 إلى 90 تقريبا في التاريخ هذا توفى الله يرحمه. له قصايد حكم، وهو شاعر طرق جميع أغراض الشعر وأبدع فيها كلها، رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن سبحان الله ربي أعطاه الموهبة، وموهبة فذة، وكلامه حكمة، وقصايده حكمة، وكل أغلب قصايده اللي حفظت له، بعضها ما قصايده يعني ما دونت ولا حفظت، وقتها ما كان فيه إعلام ولا كان فيه توثيق، لكن بعضها محفوظ. في قصائد له يعني تقريبا، في قصيدة له تقريبا حول 200 بيت، لكنها ما حفظت القصيدة ولا دونت. وفي قصائد لك كثيرة مدونة، وبعضها موجودة الآن، وبعضها يعني أغلب قصائده يعني للأسف أنها ما دونت ولا وثقت، ما كان فيها الإعلام والزخم الإعلامي اللي موجود الآن، ولا كان فيها التوثيق في عصره. قصته مع الملك فهد. الملك فهد الله يرحمه كان وزير معارف، وكان يقنص في الشعلان، يقنص في الساحل، والمقناص كله يقضي في الشعلان، في جهة أملج وجهة الساحل الغربي. كان سنة من السنوات في الباطن مخيم، وكعادة مخيمه يعني كان فيه الشعراء دائم وملاعب تصير، وطوال وقت المقناص يجونه من كل ديره شعراء ومن كل، لكنه ما عجبوه، هذا ما عجبوه الملك فهد الله يرحمه. قال شوفوا لنا شاعر، جيبوا لنا شاعر كبير شايب، نبغى نسمع قصص منه، ونبغاه يقص علينا، نبغاه يعد علينا قصيد. قالوا ما فيه إلا مبارك الدليجي. وين مبارك الدليجي هذا؟ جابوه حوله وكلموه وجاء. وقتها شايب قاصر ولا يحرز يقوم، حتى ما يقدر يقف إلى لعب، هو يبغى يلعب محاورة معه، لكن وقتها شايب وكبير في عمره وعلى آخر عمره الله يرحمه، الله يرحمه جميعا. قال الملك فهد نبغاك تسمعنا ونبغى نلعب معك محاورة. قال أنا والله يا طويل العمر، هذا يقول مبارك الله يرحمه، قال أنا يا طويل العمر والله شايب، عندي بيوت بقولها لك كلها مع بعضها، ما في حيل على المحاورة وقف بين الصفوف. قامت الصفوف، قال أبد. قامت الصفوف وأعطاه وظهره، وأعطى الملك فهد وجهه اللي هو مبارك. قال استلم يا طويل العمر، اللي يقوله مبارك الله يرحمه. قال اسلم، قال استلم يا شوق من جعد التثنى، شوق من تحظاه بالمرقد مريده، يا طويل العمر كادت سال عنا، فايدي من فايدي ما احنا رفيده، قبل ما انتو تجبدون السيف منا، ما يقوطر ذودنا، ما تقوطر ذودنا منا جبيده، كم عقيد نطرحه من دون بنا، مثل قنون حال قله من جريده. سمعها الملك فهد، هي أطول من كذا، بس يوم سمع البيت هذا ضرب بالعصا، معه عصا الملك فهد، ضرب فيها مرتين، قال اشهد بالله يا شايب الرحمن انك شايف الفعل بعينك. قال اي والله يا طويل العمر اني شايفه بعيني. واطول من كذا القصيده وسمع اكثر من قصيده منها الملك فهد، ولعبوا محاوره اظن، لكنها ما وثقت ولا دونت ولا. وهي قصيده هذه طويله اطول من كذا، لكن اللي حافظين منها تقريبا 4 أبيات، اللي مدون منها الان. المهم بعد ما جاء وده يسري، قال له الملك فهد يا مبارك انا ابغاك تروح معي الرياض، ووظف عيالك واصرف لك راتب، بس ابغاك عندي في الرياض. قال مبارك الله يرحمه انا ما اقدر اكب حلالي ولا اقدر اكب ديرتي، وتعذرني يا طويل العمر، ما اقدر والله امشي. حاول فيها الملك فهد لكنه رفض انه يمشي معه
الله يرحمه. وكله توفى الله يرحمه، الملك فهد ومبارك الدليجي الله يرحمه. مبارك الدليجي له اكثر من قصيده، وله اكثر من قصص، وله اكثر من معلقات، يعني ما هي والله قصيده واحده واربع بيوت، لكن هذا شيء من اللي نذكره، ومن حقه علينا نذكر الشيء هذا وندونه. تاريخ، هذا تاريخ، بيت من بيوت يساوي قصائد، وله قصائد كثيرة راح نتطرق لها، ما يكفي حلقة واحدة وإني أتكلم فيه في 10 دقائق أو 7 دقائق لا، هذا حتى ساعات ما تكفي. لكني والله بعض القصائد أنا ما حفظها، لكني أحاول إني أتواصل مع الناس اللي حافظين قصائده واللي مدونين قصائده، وإن شاء الله راح نذكرها لكم. وإن شاء الله الحلقة الجاية اللي هي يوم الجمعة القادم بإذن الله راح نتطرق ونكمل عن قصائده وعن قصصه، لأن الشاعر عملاق، هذا من عمالقة الشعر، وحرام يندثر شعرك كذا ولا أحد يسمع، هذا حكم قصائده. وبإذن الله راح نتطرق له في حلقة الثانية، وراح نتكلم عنه بتفصيل، وراح نعد قصائدها اللي نحصل عليها من الناس اللي حافظينها والناس اللي موثقينها، ونعدها لكم بإذن الله. تحياتي لكم بإذن الله، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.